بعيدة. الأستاذ رشاد غانم من أقطاب أنصار السنة الكبار، العلماء المعدودين الأفراد والأفذاذ من أنصار السنة. فكان بيحكي أنه حضر مرة درسا في هذا المسجد، يبدو أنه مسجد المواساة اللي في الحضرة. فالشيخ كان بيتكلم مع الطلبة فبيعلمهم الفقه، فكل ما يقول لهم على مسألة يقول لهم الإمام مالك كان يدرسهم المذهب المالكي، فيقول لهم الإمام مالك فعل كذا، الإمام مالك كان بيتوضأ بالطريقة الفلانية، الإمام مالك يرى في هذه المسألة كذا. فترسخ لدى العوام إن العلم يؤخذ من الإمام مالك فحسب، ده أقصى ما لدى هذا المقلد. ففي يوم من الأيام واحد من العوام سأل الشيخ المالكي هذا وقال له إلا قل لي يا سيدنا الشيخ، هو الإمام مالك قبله يعني قبل، مش طبعا المعنى الثاني، قبله بمعنى إيه؟ قبل، يعني الإمام مالك قبل ولا سيدنا النبي قبل؟ مين اللي بعث في الأول؟ من الذي بعث أولا كأنه نبي ورسول؟ فيقول له يعني قول لي يعني الإمام مالك جاء قبل ولا سيدنا النبي جه قبل منه؟ إيه اللي وصل هذا الرجل العامي إلى هذا التصور المشوه الخطير إنه بيتعامل مع الإمام مالك على إنه نبي؟ لأن حصل أن ربط الإمام مالك بالعبادات كأنه في مقام الرسول بالضبط عليه الصلاة والسلام. لا أرجوك ما أعرفش بس إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، يعني صحيح مالك يعني نعم ده شيء غريب يعني. لا احنا بنسمع في هذا الزمان ما هو أغرب من ذلك، أحيانا بتحصل واحد ممعن في الجهل بقى بعيد عن العلم والعلماء، فبالتالي وارد مثل هذا. على كل حال أنا أحدث مباشرة بسماع متصل مباشر من الشيخ رشاد غانم رحمه الله. فالشيخ نفسه علق على هذا الموقف وقال يعني لأنه ربطه بمالك ولم يربطه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي ميزة السيد سابق، هو كان أول واحد قدر يعني يخرج بالفقه بطريقة مبسطة وفي نفس الوقت فيها نوع قدر عظيم من الاستيعاب إلى وأيضا مواكبة القضايا المعاصرة إلى عموم المسلمين. خرج من الفقه بمجال المختصين. يا جماعة أرجوك، عايز إيه؟ اتفضل. لا مش هيستحمل الموضوع إنك تحكي موضوع طويل. إيه الموضوع بالضبط؟ طب نأجلها، حاضر نأجلها. فالإمام الشيخ سيد سابق رحمه الله كان له فضل الريادة في أنه خلى الفقه قضية يهتم بها عموم المسلمين وليس فقط المختصون من يعني العلماء الأزهر أو يعني غيرهم. يقول بالنسبة لخصائص فقه الشيخ سيد سابق، الأول هو الوصل بين الفقه والحديث، أنه شبع الكتاب بالأحاديث واستدل بالأحاديث وبالأدلة ولم يقتصر على ذكر أقوال الرجال. الخصيصة الثانية الوسطية والاعتدال أو الانضباط في الفتوى، فقد كان وسطا بين التشدد والتسيب ولم يكن من أولئك الصنف الذين أول ما تنطق به ألسنتهم حرام لمجرد التشدد وحب التضييق على الناس، ولم يكن ممن يفتي بالإباحة بلا دليل من باب الرغب والرهب، رغبا في سلطة أو جاه أو رضا الناس بالباطل، أو رهبا من سوط السلطان وخوفا من بطشه، بل كانت وسطيته واعتداله الفقهي من أهم الخصائص التي حببت الناس في فقهه. الخصيصة الثالثة التيسير، فقد اتخذ الشيخ سيد سابق التيسير منهاجا له سواء في الكتابة الفقهية أو في الفتاوى والإجابة عن أسئلة الناس. وأعني هنا بتيسير الفقه أمرين مهمين هما: أولا تيسير الفقه للفهم، وتيسير الفقه للتطبيق والعمل. ففيما يتعلق بتيسيره الفقه للفهم يقول: اتسم العصر الحديث بسمة المادية واللهث وراء المادة والسعي وراء لقمة العيش، مما جعل فرصة تعلم أحكام الدين متضائلة،
لذا كانت حاجة الناس إلى تيسير الفقه للفهم والدراسة وجعله في متناول الجميع بأسلوب سهل ميسور سهل الفهم. وهذا ما فعله الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه فقه السنة، حيث يسر فهم الفقه للمختصين وغير المختصين، وذلك بعدة أمور. أولا أنه توخى أن يكتبه بلغة ميسورة وأسلوب سهل بعيدا عن الإغراب في الألفاظ والتكلف في العبارات، كما تجنب وعورة المصطلحات الفقهية التي يصعب فهمها على القارئ غير المختص، وأحيانا المختص يصعب عليه ذلك. ولعل في معاناة الفقيه القانوني الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله تعالى من فهم مصطلحات الفقه المذهبي والفقه بصفة عامة ما يدل على مدى أهمية ونفاسة ما قدمه الشيخ سيد سابق في هذا العمل الجليل. كما توسط الشيخ في الشرح بين الإيجاز الملغز والإطناب الممل. استفاد رحمه الله من كتابات العصر الحديث في العلوم الإنسانية من كتب طبية وفلسفية واجتماعية مهمة. نفوت يعني كلمة فلسفية، مش هنقف عند كل حاجة لأنكم فاهمين الموضوع كويس. لا غنى للفقيه المعاصر عنها، ويتضح ذلك لمن يراجع هذه البحوث في كتابه مبحث الزواج والزنا والخمر وغيرها. كما بين فضيلته فلسفة التشريع الإسلامي في كل مبحث، وبين الحكمة من التشريع، مما يزيد المثقف المعاصر قناعة بالرأي ووثوقا بصلاحية التشريع لكل زمان ومكان. كما ربط الشيخ رحمه الله الفقه بالواقع وتحاشى رحمه الله تعالى الفقه بالواقع تقريبا حد متكئ على السلك ولا حاجة حركته. كما ربط الشيخ رحمه الله تعالى الفقه بالواقع، وتحاشى في كتابه فقه السنة أن يذكر ما لا صلة له بالواقع المعيش من أمثال الصور الافتراضية التخيلية التي لا تحدث، أو المسائل التي لم تعد قائمة في زماننا، مثل مسائل الرق والرقيق والصرف وغيرها مما لا وجود له في عصرنا. كل ذلك يسر وساهم في فهم فقه السنة لكل مستويات القراء من مختصين وغير مختصين. هذا فيما يتعلق تيسير الفقه للفهم. أما فيما يتعلق بتيسير الفقه للعمل والتطبيق فقد أخذ بمبدأ التيسير في الآراء التي كان يفتي بها. يقول: فالناس في العصر الحديث أحوج ما يكونون إلى من يفتيهم بالتيسير لا بأشد الآراء، خاصة أننا في زمن ضعف فيه التدين وقل الالتزام، بل صار الملتزم يلقى من صعوبة الحياة ما يضعه في ضيق وحرج إن أخذ بالشدة والتضييق. ومن يقرأ فقه السنة للشيخ سيد سابق يلحظ هذه السمة من أول مبحث إلى آخر صفحة. وليرجع القارئ على سبيل المثال إلى هذه المباحث في كتابه في نواقض الوضوء والنجاسات والطلاق وغيرها من المباحث. الخصيصة الرابعة
التحرر من العصبية المذهبية. فمن خصائص فقه الشيخ سيد سابق رحمه الله أنه لا